واش بصح المنتخب لعب حسن حيت امرابط ما كاينش؟ واش بصح هو اللي كان مفراني اللعب؟ السلام عليكم المغاربه، مبروك علينا الرباح اليوم، ولكن تصدمت من كميه القسوه في حق سفيان امرابط. بزاف قالوا شوفوا اللعب كيفاش زوين بلا بيه، وهاد الهضره راه ظلم كبير، وغادي نشرح لكم علاش. اول حاجه خاصنا نكونوا واقعيين ونفهموا الكره. الماتش ديال اليوم لعبنا ضد فرقه اللي تجمعات اللور وعطاتها للدفاع، وفي بحال هاد الماتشات المنتخب كيكون محتاج لعابه فنانين وخفاف باش يلقاو الحلول في المساحات الضيقه. داكشي علاش بان لكم اللعب سلس ومسرح، يعني غياب امرابط اليوم كان في صالح الخطه الهجوميه ضد فرقه صغيره، ماشي حيت هو خايب. ولكن دابا تخيلوا معايا نلعبوا ضد وحوش بحال فرنسا، السينيغال ولا الكوت ديفوار. هاد الفرق ما كيرجعوش للور، هادو كياكلوك في وسط الطيران وكيعتمدوا على القوه البدنيه. هنا فين كيبان الدور ديال الوزير. امرابط هو داك الجندي الخفي اللي كيقتل الهجمات قبل ما توصل للدفاع، هو اللي كيدخل في الالتحامات البدنيه القاصحه اللي الفنانين ديالنا ما يقدروش عليها. الا لعبنا محلولين ضد الكبار بلا دبابه في الوسط غادي نخلصوا الثمن غالي بزاف. وحشومه نكونوا ناكرين الجميل بهذه السرعه. ما نساوش باللي سفيان امرابط في كأس العالم 2022 لعب بليباري وهو مصاب باش يقاتل على الرايه الوطنيه. كان هو الرئه ديال المنتخب فاش كنا مخنوقين ضد كرواتيا واسبانيا. اللاعب ممكن يدوز من فتره فراغ، ولكن باش نطيحوا ليه المورال ونقولوا هو المشكل، هذه ماشي من شيم الجمهور المغربي الحقيقي. الخلاصه يا خوتي، المدرب وليد الركراكي عارف امتى يحتاج السيف وامتى يحتاج الريشه. امرابط راه ركيزات اساسيه وغادي نحتاجوه بزاف في الادوار الجايه فاش غيقصاح اللعب. خفوا عليه شويه، وديما مغرب. اللي متفق معايا يخلي قلب حمر في الكومونتير. نتلاقاو في الفيديو الجاي.